السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة أولى ثانوي، ورجعنا تاني مع ترم جديد إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين بداية ترم، وكل سنة وأنتم طيبين رمضان. وهنبدأ مع بعض معركة الترم التاني الغير متوقعة. طبعا منهج الترم التاني ده كان عندنا منهج غير ده خالص، منهج علوم متكاملة. كان عندنا منهج جميل لذيذ السنة اللي فاتت، والكتب بتاعته كانت جاهزة، وكانت الدنيا كلها جاهزة، وواجبات وكل حاجة متجهزة. وفجأة طبعا زي ما انتم شفتوا الأسبوع اللي فات راح جاي الوزير لغي كل عندنا منهج العلوم المتكاملة، ونزل لنا منهج جديد خالص مختلف تماما عن كل اللي أخدناه قبل كده. منهج متقسم، عايز وقت طويل بصراحة. لعبة الأونلاين هنا هي اللي هتنفع مع المنهج الجديد ده. يعني ايه يا استاذ حميده؟ تعالى بسرعه كده هقسم لك الدروس ونشوفوا كل درس هياخد مننا قد ايه. المفروض المنهج ده اتقسم درس 2 3 4 5 6 7 8. المفروض الترم الثاني متقسم 3 دروس. طبعا سمعنا كتير وحكايات وحوارات، والمنهج ده عندنا ده كله احياء، لا المنهج ده كله جيولوجيا، ده ما فيهوش كيمياء، ده ما فيهوش فيزياء، وسمعنا حوارات كتيره. اهو يا جماعه المنهج هو عبارة عن 8 دروس. الدرس الأولاني ده درس علوم بيئة صافي، وده بياخد معانا حصتين إن شاء الله. طبعا إحنا في الأونلاين هنزود حصص بالهبل عشان نخلص. الدرس الثاني والثالث والرابع دي دروس أحياء، وداخل معاها حتت كيمياء صغننة، بس حتت صغيرة. يعني في آخر الدرس ورقتين، في آخر الدرس عندنا معلومة كده صغننة عليها. اما انا عندي الدرس الثاني والثالث والرابع ده اللي فيهم الجهاز الدوري، وفيهم عندنا الاخراج، وفيهم عندنا الاحساس. ده جزء عندنا بيغلب عليه الاحياء. تعال بقى للدرس الخامس ده درس عندنا علم النانو، ده درس فيزياء، بس درس فيزياء من غير قوانين ولا مسائل ولا حوارات ولا الحاجات دي خالص، ده درس نظري. تعال بقى الدرس السابع والثامن، السادس والسابع والثامن دي جيولوجيا خالص، كلها جيولوجيا بس. ده منهج الجيولوجيا اللي بيدرس دلوقتي في ثالثه ثانوي. ده اخدوا المنهج عندنا اللي هو الفصل السابع في كتاب ثالثه ثانوي وحطوه عندنا. استاذ حميده معلش توقيتات كده، ده عايز مني حصتين 3 حصص، وده عايز مني حصتين 3 حصص، وده عايز مني حصتين 3 حصص. يا نهار اسود! وده هياخد مني حصه، ودول هياخدوا مني حوالي 7 حصص. ركز بقى كده معايا عدد الحصص، ادي 7 8 معايا 8 عندك و2 10 10 و9 19. تقريبا انا محتاج 20 حصه، 20 اسبوع. ده انا بقى بكلمك على الصفي بتاعنا. يعني محتاج 20 اسبوع اللي انا اشتغل الحصه، كل حصه ساعه ونص ساعه وربع، هخلصها عندنا على 20 اسبوع. هو اصلا الترم كله عندي 12 اسبوع. فطبعا على الكميه دي والكميه دي هي مفيش تناسق خالص. فاحنا لو قعدنا نركزه ومشينا كل اسبوع بنفس الدروس اللي كنا ماشيين فيها الترم الاولاني، وكل اسبوع كده جزء معين، 5 ورقات 4 ورقات، يبقى احنا يا دوبك هنخلص الفصل الاول. كده اتهالي وضحت قدام منك الرؤيه. ده معناها ان انا عندي حصص طويله، ده معناها ان انا هاجي في اسبوع انزل حصتين في اسبوع واحد، ده معناها ان احنا هنكونوا مضغوطين جامد الترم ده. واوعى تنسى اللي في عيد، واوعى تنسى اللي في رمضان، وكميه المنهج كبيره. انا بتكلم على كميات مش بتكلم على صعوبه. فهنا الكميه، لا كميه ما كانتش في خيالنا اللي هو ينزل الكميه دي كلها في ترم تاني. طبعا واضح عندنا ان المنهج هنا الباب الاول ده الباب الاول. الباب الاول جزء فيزياء وجزء احياء وجزء علوم بيئه، درس علوم بيئه ودرس فيزياء وثلاث دروس احياء. وعندي الفصل الثاني كله الدرس السادس والسابع والثامن كله جيولوجيا بس. كده تقسيمه المنهج. طبعا عشان ايه انا بسمع ده المنهج كله عندنا احياء. فين يا جماعه احياء؟ الاحياء هي الدرس الثاني والثالث والرابع، واخد منهم حته كيمياء. اما عندنا الدرس الاول ده علوم بيئه بس. اما عندنا الدرس الخامس ده النانو، ده فيزياء بس. والدرس السادس والسابع والثامن ده جيولوجيا. ده تقسيمه المنهج بتاعتنا. المنهج ده مهم جدا. ليه؟ ان ده التاسيس للطلبه اللي داخله علمي. ومن هنا بقى هنبدا نتكلم عندنا على
كل درس لوحده. استاذ حميده النهارده انا هاخد نص الدرس ده اللي هي اول حصه فيه. ده احنا هنمشي بالترتيب، بس هنيجي في وقت اول ما سيادتك عندنا تبدا خلاص تذاكر وتملك المنهج، هبدا انزل لك بقى ايه. ممكن عندنا اروح جاي مثلا هنا، اروح جاي اقسمها على ساعه ونص وساعه ونص. مثلا اروح جاي منزل 3 حصص في اسبوع واحد، وانت شطوره وبتخلص كل حاجه معايا. المهم لازم هنخلص من الجزء ده كله ان شاء الله باذن الله. على امتى؟ على نص شهر 4. مفروض على نص 4 اكون مخلص المنهج ده كله، عشان ابدا مراجعه ان المنهج ده مش عايز اقولها. ما تقول يا استاذ حميده المنهج صعب بجد، وعايز شغل ياما، وعايز مجهود منك، وعايز مجهود مني ياما. عشان كده ان شاء الله لما هتيجي تستلم الباكج بتاع المذكرات مش هتلاقي مذكره، هتلاقي مذكره ومذكره 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 ومذكره، مش هقول عدد قد ايه، بس هتشوف عندنا فيلم مختلف تماما. ان ده كانه منهج ثانويه عامه، كاننا بندربك على الفكره بتاعت ثانويه عامه بتيجي ازاي. طبعا عشان كده انا ضغطت بادئ على طول اهو، عشان نلحق عندنا نخلص المنهج ونراجع ان شاء الله على خير. ادي توزيعه المنهج بتاعتنا. استاذ حميده، طب الجزء بتاع الجيولوجيا درسناه قبل كده ياما، ماشي. الجزء بتاع علوم البيئه ده علوم البيئه اللي اتلغت عندنا من سنتين على ثانويه عامه. الدرس الثاني والثالث والرابع احياء ده كان في منهج ثانيه ثانوي اللي اتلغى. حلو كلام. فهي معروفه بالنسبه للناس متقسمه. طبعا الناس اللي درست احياء ودرست الجيولوجيا بالنسبه لها المنهج ده هيبقى احلى حلاوه. هي المشكله ليك انت ان تفاصيله كتير، وعايز حد دماغه حلوه كده وبيقعد يمسك كل اسبوع. لو كومت اسبوع حصه باظت منك السنه. يلا بينا يلا بينا على خير، ما تخافش. زي ما عملنا اوائل وخلينا الناس جابت درجات كويسه وعملنا مجهود، استنى مني مجهود ضعف اللي احنا عملناه الترم الاولاني ان شاء الله. ربنا يدينا صحه بس، وانا معاك. مراجعات شهريه بقى على طول، كل اسبوع والتاني هعمل لك مراجعه. يعني الجزء ده مش هينفع نسيبه نراجعه في الاخر بس، مش هتلحق. عامل لك كتاب صغير رسومات كده عشان نراجع بيه كده رسومات المنهج كله، وعامل لك كتاب صغير كده للتاسيس عشان اسسك في كل الحاجات اللي هتنفعنا في سنه ثالثه، ماشي. وعامل لك كتاب واجب كده محترم يعني عشان تقعد تحل بقى من هلال السنه الجايه. وعملت لك حته كتاب شرح هتعرف يعني ايه احنا قسمنا المنهج وفصصناه كلمه كلمه. والله ما هتشوف حاجه زي اللي احنا عملناها دي ابدا. مجهود جبار الاسبوع اللي فات ده عشان نخلص المنهج ده كله، وينزل لك كتب محترمه فيها المنهج ده كله لمنهج جديد لسه بقى له اسبوع نازل. يلا بينا على خير، يلا بينا على خير. ونبدا اول درس كده. انا فهمتك القصه خلاص. تعال لي يا حلو. الحصه الاولى، اول ما هنبدا الكلام هفكرك باللي فات. جينا في الترم الاولاني قلنا ان الارض اللي احنا عايشين عليها دي بتتكون من 4 اغلفه، والاربع اغلفه دول يا حلوين ربنا خلقهم بترتيب وتتابع. ايوه الناس اهي شايفاني وحافظه. مين اول حاجه ربنا خلقها؟ الغلاف الصخري يا استاذ حميده. وبعدها ربنا خلق الغلاف الجوي، بعدين ربنا خلق الغلاف المائي، واخر حاجه ربنا خلقها الكائنات والغلاف الحيوي. حلو الكلام؟ حلو الكلام يا صميد. يعني احنا كلنا عارفين ان ربنا خلق 4 اغلفه. زمان ايام ما كنت عيل عبيط في اولى ثانوي الترم الاولاني قبل ما يكبروك مره واحده، كنا خدنا كل واحد معناه ايه. ماشي يا سامي. كنا خدنا الغلاف الصخري هو اي حاجه فيها صخور، الصخور اللي انت ماشي عليها طول النهار دي. الغلاف الصخري سامي ده قصدك باللي احنا هندرس؟ هو انت درست الغلاف الصخري؟ لا يا استاذ حميد. يعني انت ما درستش الغلاف الصخري؟ والله ما درسته يا حميد. يبقى اكيد هتدرسه الترم ده. ما هو الغلاف الصخري يعني الصخور والقشره والوشاح واللب، وتحت الارض في ايه، وانواع الصخور ودوره الصخور، وكل حاجه متعلقه بالجيولوجيا اللي هو الدرس السادس والسابع والثامن. كل ده بيتكلم على الغلاف الصخري. الصخور اللي احنا عايشين عليها، التربه اللي احنا بنزرع فيها، العناصر اللي ماليه التربه اللي احنا بنستفيدوا منها. ما هي التربه فيها ايه يا حلوين؟ ما فيهاش غير شويه عناصر، على شويه حديد، على مغنيسيوم، على كالسيوم. ما دي الحاجات اللي بياخدها النبات عشان يكبر النبات واحنا ناكل النبات. صح يا سميدة. الغلاف الجوي ايه بقى يا سميدة؟
احنا زهقنا غلاف جو الترم الاولاني. ايوه والله فعلا، درسنا الهواء والطبقات والتروبوسفير والستراتوسفير وكل حاجه، صح؟ استاذ حميد. فده مش هنتكلم عليه الترم ده، يعني الترم ده بره الغلاف الجوي، ده جيولوجيا اهي. طيب تعالى الغلاف المائي. اوف اوف اوف، مش عايز اسمع، ما تكلمنيش على الميه تاني، ده احنا قعدنا 10 دروس نتكلم على الميه الترم الاولاني، يعني الترم ده احنا مش هنتكلم في الميه خالص. الغلاف المائي، الغلاف المائي بقى قصده بالبحار والمحيطات، ما تقولش يا استاذ، احنا عارفين. ماشي خلاص. ويجي بقى الغلاف الحيوي. ايه بقى الغلاف الحيوي ده بقى؟ ايه يا حبيبي؟ ما انت عارفه برضه، الكائنات الحيه، واي مكان بيعيش فيه كائنات حيه، نباتات، حيوانات، كائنات دقيقه، اي حته فيها كائنات حيه يا ناس دي بيسموها غلاف حيوي. ايوه غلاف حيوي، اي مكان بتعيش فيه كائنات، اي كائنات حيه موجوده في الدنيا. عليك يا احياء وجمالك يا احياء. اهو الدرس ده، الغلاف الحيوي والكائنات الحيه والاحساس. احساس ده احنا هندرس حته درس في الاحساس ده، بندوه في سنه ثالثه، حاجه كده هتخليك ايه، تركب الهوا. لو حتى دخلت عندنا على اليوتيوب وكتبت استاذ حميد هو احساس في الانسان، هتلاقي درس محترم كده بشرح فيه درس كبير عملاق موجود في كتاب ثالثه ثانوي السنه دي، هو ده اللي نازل عندك. وهنتكلم على الاخراج والكليتين والنفرونات، وهنتكلم عندنا على الكبد واللي بيحصل في الكبد. ايوه، وهنتكلم شويه عن النباتات وتركيب النبات والخشب واللحاء، وهنتكلم على قلب يا ناس، القلب والاوعيه الدمويه والشرايين والاورده، شويه حاجات حلوه هنا. الغلاف الحيوي والكائنات الحيه. هوبا يلا بينا احياء. واضح المنهج يا ناس؟ والله باين اللي عامل المنهج ده عاجبني قوي. ضرب جيولوجيا، ضرب احياء، انه التاسيس يا ساده للي داخلين علمي. طب يا استاذ حميد كده عرفنا، شفت ده الكلام اللي بنقوله عيال الهبله، وده الكلام اللي بنقولوه لطالب اولى ثانوي شبهك كده حنبله ما يعرفش اي حاجه غير بيحفظ له كلمتين والى اللقاء. ايه ده يا استاذ حميد؟ بس كده؟ انا جاي اقول لك ما هي مكونات الاغلفه في البيئه، ما هي الاغلفه في البيئه؟ تقول لي غلاف صخري، غلاف جوي، غلاف مائي، تقعد تقول لي اسامي الاغلفه. ايه الغلاف الصخري؟ فتقول لي دي الصخور. ايه الغلاف الجوي؟ تقول لي ده الهواء. ايه الغلاف المائي؟ تقول لي دي الميه. ايه الغلاف الحيوي؟ دي الكائنات اللي عايشه. ده زمان وانت لسه عيل اهبل في اولى ثانوي وفي الترم الاولاني، اما انت دلوقتي يلا بينا نفكر، يلا نفكر، يلا نشغل دماغنا. تعال هقول اسئله، يا سلام، وتعالى نشوفوا كده هتعرف تجاوب ولا لا. بص يا عم يوسف، بص الناس اللي قاعده دي كلها هتشتغل معانا، هتخش معانا في اللعبه. الغلاف الحيوي، اسمع اول سؤال. هل الغلاف الحيوي بيشمل الغلاف الصخري؟ لا استنى اقولها بطريقه احلى. هل الغلاف الصخري كله ضمن الغلاف الحيوي؟ استنى كده، شغل الصفاره كده، استنى. انت رايك ان الغلاف الصخري ده ضمن الغلاف الحيوي؟ استاذ حميد اقول كلام نفهمه. هل الغلاف الصخري، الصخور اللي احنا ماشيين عليها كلها كائنات حيه؟ هل القشره الارضيه كلها مليانه كائنات حيه؟ بص الولا لهبه اللي بيبص لي ده وبيقول لي حبيبي احنا لو حفرنا شويه هتلاقي شويه حشرات على ديدان، لو نزلت تحت بقيه القشره ما فيهاش كائنات حيه. ايه ده؟ قصدك تقول القشره الطبقه السطحيه بس، ادي الارض اللي احنا عايشين عليها اهي، احنا اهو، وادي الحته دي كده بيسموها القشره الارضيه. احنا بقى اكتشفنا ان الجزء الاولاني ده وش القفص يا ناس، هو ده بس اللي فيه كائنات. هل القشره الارضيه كلها فيها كائنات؟ لا، ده الوش ده بس، الوش ده بس جزء صغير من الغلاف الصخري هو اللي فيه كائنات. يبقى هنا مش كلها حيوي، جزء منها حيوي، يعني جزء منها الاقي فيه كائنات حيه.
يبقى مش كل الصخور اللي احنا ماشيين عليها فيها كائنات حيه، جزء منها بس. طب يا استاذ سمير، على نفس الطريقه ايها العالم المجهول، قول لي بقى، هل الغلاف الجوي كله يتبع الغلاف الحيوي؟ بالبلدي بقى، هل الغلاف الجوي كله مليان كائنات حيه؟ استنى كده يا صاحبي، ده الهواء مليان عصافير ومليان كائنات بتطير، ماليش دعوه، ما تجيش انت. استاذ حميد قصدك ايه؟ يا جماعه، هل الكائنات الحيه بتعيش في كل الهواء؟ الغلاف الجوي من هنا وبا لغايه هنا نقولوا عندنا 1000 كيلو ويزيد. هل كل ال1000 كيلو عايش فيها كائنات حيه يا حلوين؟ لا يا استاذ حميد. ايه؟ استاذ حميد، كائنات حيه يا ابني. هو انا مش اديتك الطبقات وقلت قايل لك ان في طبقات فوق درجه حرارتها -93 وفي طبقات سخنه قوي؟ وبعدين تعالى هنا، هو انت متخيل الاكسجين هيطلع لكل ده فوق؟ لا طبعا، الاكسجين من الغازات التقيله. انا عايزك تنام كده وانا بشرح معايا. بنلاقي الاكسجين في الجزء الاول بس، الجزء اللي انت شايفه ده هو ده اللي بنلاقي فيه الاكسجين والكائنات تتنفس فيه. يعني لما بطلع لفوق الاكسجين ده بيقل خالص، حتى احنا بنحس بخنقه لما بنطلع على الجبل فوق. امال بقى لو طلعنا لبقيه الطبقات فوق؟ قصدك تقول مش كل الغلاف الحيوي، مش كل الغلاف الجوي بيحتوي على كائنات؟ لا، ده في الجزء الاول بس. يعني هنا برضو جزء منها حيوي، يعني بيعيش فيه كائنات حيه. يبقى الكائنات بتعيش في جزء من الصخور، الكائنات تعيش في جزء من الغلاف الجوي. خد يلا السؤال ده. يا سلام لو كنت قدامي. ايه؟ هل كل الميه بيعيش فيها كائنات حيه؟ هل كل الميه تبع الغلاف الحيوي؟ استنى كده يا سمير، لا يا سمير، لا يا حبيبي، بقى اي مكان يتواجد فيه ميه هتلاقي فيه كائنات حيه باشكال مختلفه. ايه ده؟ يعني كل الوحيده اللي كتبت فيها كل الغلاف المائي حيوي. النبي لو جت الحاجات دي في الامتحان لا تركب الهوا. بص، كل الغلاف المائي حيوي، يعني الميه كلها يوجد بها حياه. اعتبر العلماء الغلاف المائي كاملا ضمن الغلاف الحيوي. اما الغلاف الجوي جزء من الغلاف الحيوي، اما الغلاف الصخري جزء من الغلاف الحيوي. يبقى الغلاف الحيوي يشمل كل الغلاف المائي وجزء من الغلاف الجوي وجزء من الايه؟ من الغلاف الصخري. جميل جمال ملوش مثال. ممكن نكتب الملاحظه دي؟ بس ده مش مكتوب عندنا. لا يا حبيبي. وهنا بقى عمل ليك حاجات ياما لغايه ما يجي لك عندنا المجموعه بتاعت المذكرات. هتلاقي فيها عندنا كراسه اللي بتكتب فيها التريكات، الحاجات اللي انا عمليها دي. بس اكتب النهارده هنا لغايه ما يجي لك مذكراتك ان شاء الله. اكتب يلا عندك. الغلاف الحيوي يشمل كل الغلاف المائي، يشمل كل الغلاف المائي والجزء السفلي من الغلاف الجوي، والجزء السفلي من الغلاف الجوي، والجزء العلوي من الغلاف الصخري، والجزء العلوي من الغلاف الصخري. كلام جميل ومحترم على الاخر. كده انا بينت لك، بس انا بديك هنا ايه؟ نقلتك للعبه الفهم. الترم ده مش هيبقى محتاج مننا حفظ ياما زي ما انت تكون فاهم المعلومه كويس. حلو يا سمير، خلاص عرفنا مين فيه كله حياه ومين بيبقى جزء منه حياه. يلا بينا ننقل على اللي بعديها يا سمير. لا، برضه على نفس السلايد، على نفس السبوره دي. تيجي يلا بينا نفكر تاني يا سمير. ده في اول سطرين في الكتاب. نعمل ايه بقى المنهج اللي كله تفكير ده؟ معلش ما تستغربنيش الترم ده اللي انا يعني منهج ثانويه عامه، فبتملي بنفكر بالطريقه اللي بنشرح بيها التالتة. بص،
هم عايزين يعودوك على ثانويه عامه، عشان كده نزلوا لك المنهج ده من الاخر. فانا عايزك تتعود حتى على الاسلوب اللي انا بتكلم بيه دلوقتي، هتلاقي الدنيا متغيره ياما عن الترم الاولاني. تعال اقول سؤال: هل الكائنات الغلاف الحيوي يحتاج لكل الاغلفه الاخرى؟ يعني الكائنات بتحتاج الاغلفه الثانيه دي؟ يعني الغلاف الحيوي لازم بيحتاج للاغلفه دي؟ ازاي يعني؟ مثلا الكائنات الحيه محتاجه للميه، طبعا. ينفع تعيش من غير ميه؟ لا. دمك ميه، هضمك ميه، عملياتك ميه. يعني انت الميه اساسي للكائنات الحيه، يبقى الغلاف المائي لازم يكون مهم بالنسبه للغلاف الحيوي. طيب الغلاف الجوي، هو الهواء مهم لينا؟ انت هتهزر؟ طبعا مهم قوي لينا يا جماعه، بناخد منه الاكسجين للكائنات الحيه، بناخد من التنفس، بناخد منه ثاني اكسيد الكربون لعمليه البناء الضوئي، صح يا استاذ حميد؟ طب يلا بينا اديله يلا. هل بقى الكائنات محتاجه الغلاف الصخري؟ طبعا محتاجه الغلاف الصخري. الغلاف الصخري يعني تربه، وتربه يعني مليانه عناصر واملاح، والنباتات بتمتصها عشان ياكلها الكائنات الحيه. يعني احنا كل العناصر والحاجات المهمه اللي في التربه بناخدوها من الغلاف الصخري. يبقى احنا محتاجين للغلاف الصخري، محتاجين للغلاف الجوي، محتاجين للغلاف المائي. ايه يا عم؟ الغلاف الحيوي متكامل، بيحتاج كل حاجه. احنا محتاجين الميه والتربه والنبات والحيوان وكل حاجه عشان يبقى البيئه متكامله. ومن هنا يبدا بقى درس الغلاف الحيوي. ايه يا استاذ حميده ده؟ انت هتقعد لنا في كل واحده؟ احنا كنا بنعدي الترم الاولاني كده، بص اوبا اديله خلص الدرس. يا ريت اديله الترم ده، ما بدهاش، فيها نار على طول. تعال ادي الاغلفه يا جماعه: الغلاف الصخري دي الصخور، الغلاف الحيوي فيه كائنات، الغلاف الجوي عندنا لغايه عندنا 1000 كيلو، عندك الغلاف المائي بيمتد عندنا الى اعمق المحيطات تحت. يلا بينا يا جماعه ونبدا بقى الدرس. ما احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنبدا الدرس، بس ده هنا هنبدا بقى الدرس بتفاصيله اكتر بقى. الغلاف الحيوي، وهنفضل نتكلم عليه شهر ونص مثلا، شهرين، يا عالم بقى. الغلاف الحيوي عايز ايه يا سمينة؟ ده جزء من كوكب الارض. ايوه، ده الجزء اللي فيه حياه، ده الجزء اللي عايش فيه كائنات. هو مش الارض كلها، ما هي في اجزاء ما فيهاش عندنا حياه. هو جزء من كوكب الارض والذي توجد فيه حياه. حلو. وده بيمتد من اعمق المحيطات تحت، ايوه من اعمق المحيطات، الى اعلى قمم الجبال. المهم تعيش فيه كائنات حيه، مليان نباتات وحيوانات وكائنات دقيقه وبيئات وغابات وصحراء عايش فيها كائنات وبحار وانهار بص، اي مكان يتواجد فيه كائن حي احنا نقوله عليه غلاف حيوي. طبيعه الغلاف الحيوي ايه يا حميده؟ اوزنها: احياء، دي ان ايه، صخور، جيولوجيا. فالترم ده عندنا موزون ما بين الاحياء والجيولوجيا. سلام على الكلام. هو النظام اللي انا قاعد احكيه ده كله، النظام الحيوي متكامل ولا مش متكامل؟ سميت، احنا محتاجين كل حاجه في النظام ده. احنا محتاجين الميه ومحتاجين الهواء، ثاني اكسيد الكربون والاكسجين والنباتات والحيوانات. ده نظام متكامل. بص يا بابا، زي ما احنا قاعدين دلوقتي في القاعه دي، القاعه اللي انا قاعد فيها ده الاستوديو بتاعي ده نظام متكامل. في عندنا اضاءات، في كاميرات، في صوت، في عندنا اضاءات فوق وتحت، في عوازل للصوت، في شاشه، في كل حاجه مهيئه، في اجهزه، في كل حاجه مهيئه اللي انا اقف كده اشتغل، وتكييفات، كل حاجه، اضاءات فوق وتحت. كل ده مهيئ عشان اشتغل حصتي. كده نقوله على الاستوديو ده نظام متكامل، يعني كل حاجه موجوده فيه. حلو. افرض بقى عنصر واحد اختفى، الكاميرا اللي انا بصور بيها دي الولد ده اخدها وجرى، ايه رايك؟ باظت الحصه. افرض ده بقى الولد ده يوسف ده قاعد جنب مني هنا، راح جاي عامل ايه؟ شايل الفيشه، فصل لي الكهرباء كلها، باظت الحصه. لو اختفى حاجه من الحاجات اللي موجوده، الحصه هتكمل ولا هتبوظ؟ هتبوظ. يبقى لازم كل حاجه تكون متكامله. اقعدوا بصوا لي. فهو نظام متكامل كله مرتبط ببعضه، زي بيتكم يا ناس، انتوا بيتكم متكامل. الله اكبر. ايوه،
كل حاجه موجوده، الناس بتهتم بيك موجوده. بص كهرباء في البيت، في سرير تنام عليه، بص في تلاجة، بص في غسالة، بص كل حاجة موجودة. أول ما حاجة بتبص في البيت تلاقي كل البيت بيدفعوا للنفس. التلاجة باظت تلاقي كله قاعد مقلوب، الدنيا مقلوبة في البيت. عنصر إذا اختفى عنصر يتأثر كل النظام. تخيل كده الكهرباء بس اتقطعت باظ كل حاجة، وتلاقي البيت كله يزعق واللي يجري وانتوا هات ميه ومش عارفين نروح هنا ولا عارفين ايه ده. طب تعالى كده مثلا عندنا مش الكهرباء بقى، مثلا غساله باظت، تلاقي الهدوم مش مغسوله ومتبهدلين، لو حاجه بس حصلت لها حصل خلل في النظام كله. فالنظام متكامل، النظام البيئي كله متكامل، الغلاف الحيوي فيه كل حاجه، في نباتات في حيوانات. افرض اختفى الاكسجين باظت الحياه، افرض اختفت الميه باظت الحياه، ما زهقناش بقى صاحبنا، خلاص عرفنا ان النظام البيئي نظام متكامل، وهو في حال تفاعل كله بيتفاعل مع بعضه، كله بيتفاعل مع بعضه، مفيش حاجه ملهاش دور. اقرا كده الملاحظه دي هتعرف انا مليتك ليه في الاول ملاحظه. الغلاف الحيوي لا يشمل كل الاغلفه الاخرى. ان الغلاف الحيوي مش بياخد الهواء كله، جزء من الهواء. ان الغلاف الحيوي مش بيشمل الغلاف الصخري كله، حته من الغلاف الصخري. بينما يشمل عندنا الايه؟ الاجزاء اللي فيها حياه. عايز ايه بقى يا سمينه؟ لا تعالى لي بقى. الجزء اللي انا هشرحه ده مهم قوي 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 قوي، وده حاجه جديده على التعليم الثانوي عندنا. يعني احنا محدش كلمنا في اللي انا هحكيه ده، في كام حاجه النهارده كده ولا درسناها في اولى ولا تانية ولا تالتة قبل كده، زي الجزء اللي انا هشرحه ده. اول ما تلاقيني جبت سبوره فاضيه كده وهبتدي اشرح، اعرف ان انا اشرح جزء غبي. حلو، افهم وحدد معايا. تخيل انا عندي هنا نبات حلو، والنبات ده امتص من التربه عناصر واملاح، وامتص حديد وامتص مغنيسيوم، وكبر النبات وبقى النبات مليان حديد ومغنيسيوم. حلو. فتيجي عندنا فراشة صغننة تاكل النبات، فالحديد اللي هنا والمغنيسيوم دخلوا جوه جسم الفراشة. الحديد اتنقل ولا ما اتنقلش؟ ايوه اتنقل يا حميده، اتنقل من النبات دخل جوه الفراشة. تيجي ضفدعة باردة منططة تروح جاية أكلة الفراشة، فالحديد والمغنيسيوم اللي هنا المواد دي اتنقلت من الفراشة للضفدعة. خد بالك من اللي بيحصل، يعني كان الحديد والمغنيسيوم جوه النبات، اتنقل للفراشة الحديد والمغنيسيوم، اتنقل للضفدعة الحديد والمغنيسيوم. جه تعبان يا ناس، تعبان أكل الضفدعة، فالحديد والمغنيسيوم اتنقل من الضفدعة للتعبان. جه عندنا صقر يا ناس اكل التعبان، فالحديد والمغنيسيوم دخلوا جوه جسم الصقر. جه عندنا صقر ده مات يا ناس، مات. اول ما يموت بتخش عليه كائنات اسمها الكائنات المحلله. بعد عندنا البكتيريا والفطريات، كائنات صغننه كده تبدا تحلل اللي مات، تحلله في التربه، كائنات محلله، فتروح مطلعه من جسمه الحديد والمغنيسيوم وترميهم في التربه. مين هيمتصهم من التربه تاني؟ النبات. راجع الحديد والمغنيسيوم للنبات من تاني، ويبدا اللفه من تاني. تاخد الفراشه تفضعها تأتيتا تطق مات، اتحلل يرجع تاني نبات فراشه ضفدعه تعبان صقر مات يرجع تاني. واضح ان اللفه هتفضل شغاله. وده اتنقل من هنا لهنا لهنا لهنا، مات دار ورجع تاني. يلا اختار. خلاص يا حميد، اللي حصل قدامك انتقال للماده ولا دوران للماده ولا انتقال ودوران للماده؟ اختار. اللي حصل قدامك هنا ماده اتنقلت بس ولا ماده دارت ولا اتنقلت ودارت؟ ركز كده، هي اتنقلت يا صاحبي ده اهو،
اتنقلت من هنا لهنا ومن هنا لهنا، من هنا لهنا، ده اسمه انتقال. اتنقلت ولفت رجعت تاني. يعني اتنقلت ودارت يعني اتنقلت ودارت يبقى افضل اجابه هي دي انتقال ودوران الماده. يبقى الماده تنتقل من كائن لكائن وتدور وتعود الى بدايتها، ده اسمه انتقال ودوران. اسمه انتقال وايه ودوران اللي قدامك ده. خلاص؟ يبقى لما انا اجيب لك سيره الماده، اول ما اجيب لك سيره الماده تقول لي الماده بيحصل لها انتقال ويحصل لها دوران. بيحصل لها ايه وايه؟ انتقال ودوران. اتنقلت اتنقلت، دارت دارت، يبقى حصل لها انتقال ودوران. صعب اللي انا بحكيه ده؟ لا يا استاذ حميد ده مش صعب. تعالى بقى تخيل، عيد الكلام ده تاني واختار نبات ولد. تعال بص، نبات اهو. ماله النبات يا استاذ حميد؟ اخد طاقه طاقه ضوئيه، دخلت جوه، عملت عمليه عملت بناء ضوئي. جه كائن اكل النبات فالطاقه اتنقلت هنا. جه كائن اكل ده فالطاقه اتنقلت هنا. جه كائن اكل ده فالطاقه اتنقلت هنا. جه كائن اكل ده فالطاقه اتنقلت هنا. هل الطاقه هترجع تاني؟ لا. تخيل كده، يعني الطاقه اللي احنا خدناها من الشمس هترجع للشمس مره تانيه؟ لا مش هترجع السنه. ايه ده؟ يعني هنا الطاقه قدامك حصل لها انتقال ولا حصل لها دوران ولا حصل لها انتقال ودوران؟ صح؟ صدق يا حميده؟ ما ينفعش انتقال ودوران وهي ما دارتش، يبقى هي حصل لها ايه؟ انتقال فقط. الطاقه، بص، الطاقه تحول من صوره الى اخرى، بس هي مش هترجع تاني يا ناس. الطاقه يحصل لها انتقال دون دوران، بتنتقل بس مش بتدور. الله عليا. يبقى انا كده ممكن الخص تلخيصه جباره يا ناس. ممكن بص اهي ملخص اللي انا عملته. مره اتكلمت على الماده، مره اتكلمت على الطاقه. حلو يا حميد. لما اتكلمت على الماده قلت لك الماده بتعمل انتقال ودوران. لما اتكلمت عندنا على الطاقه قلت لك الطاقه بتعمل انتقال دون دوران، مش هترجع تاني للبدايه. يبقى هما الاثنين الماده والطاقه اتفقوا مع بعض اللي بيحصل عمليه انتقال. اما عندنا الماده تدور والطاقه لا تدور. ايه يا استاذ حميد الكلام ده؟ ده كلام جديد علينا بس ممتع. تحس كده ان انت لو فهمت مش محتاج تذاكر كتير. بص يا ناس اهو، تبادل للماده والطاقه. هنا تبادل الماده، هنا تبادل الطاقه. تعالى يلا بينا نفصصه. تعالى. المواد، اعمل زي كده. مالها المواد؟ يحصل لها انتقال، يحصل لها دوران. ده كتاب المدرسه الجديد. يبقى الماده فعلا تدور وتنتقل. نبات ياخد ميه واملاح، حيوان ياكل النبات، يحصل عندنا فضلات ترجع تاني للتربه. دوران 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 يا ناس. طيب يبقى انتقال ودوران هنا. تعالى الطاقه بقى. الطاقة لا تدور يا حبيبي، هي تتنقل. يبقى لا تدور ولكنها تنتقل. اهي شمس، حلو، النبات هياخد الشمس. الطاقة يدي الطاقة للحيوان، يدي الطاقة للإنسان، الإنسان يستهلكها، خلص الموضوع. هل هتعود للشمس مرة أخرى؟ لا. يبقى هنا مفيش دوران، هنا في انتقال دون دوران. الله عليا. إيه رأيك في المنهج ده؟ باشا تقعد كده تسمع تلاقي الموضوع ايه؟ ده نندمج مع الموضوع. مادة تنتقل وتدور، الطاقة تنتقل بس لا تدور. شغالة جميلة، منهج جميل، عايز اللي بيفهم بس زيكم كده. يلا بينا. شرحتها. ما علاقة الغلاف الحيوي ببقية الأغلفة؟ ما أنا لسه قايل لك يا ابني الكائنات الحية عايزة عندنا إيه من الغلاف المائي؟ عايزة المية يا حميد،
عشان تعمل عمليات حيويه ونمو وتفاعلات وكل حاجه في جسمنا ما بتشتغلش الا عن طريق مين؟ الميه. صح. تعالى، عايز ايه من الغلاف الجوي؟ انا عايز من الغلاف الجوي اكسجين عشان اتنفس، والنبات عايز ثاني اكسيد كربون عشان يعمل بناء ضوئي. صح، جميل. عايز ايه من الغلاف الصخري؟ عايز من الصخور التربه اللي فيها املاح وعناصر مهمه. اديله يلا. يبقى الغلاف الحيوي بيحتاج لكل الاغلفه الاخرى ويستفيد منها. بص يا ناس، تعالى نلعب شويه. بص، انا اقول الجمله دي وانت تقول لي تبع ايه. استنى كده استنى كده استنى كده، اوعى ما تبصش ما تبصش. استنى كده، ما تبصش يا ناس. بص، ما تبصوش انتوا كمان. تعالى نلعب يلا. يلا بص، انا عملت حركه. بص، تعالى نلعب شويه كده. انا شلت الكلمه هنا، احنا نقرا الجمله وتقول لي تبع انه غلاف. ها؟ لو قدامك المذكره شيلها عشان ما تروحش النار. تضحكش يا يوسف. بص اهو. يلا تعالى نقرا الجمله ونشوف تبع ايه. يلا. النبات يطلق الاكسجين للهواء. هواء، يبقى اكيد تبع الغلاف ايه؟ يا عم قول حاجه يا عم. يبقى هنا بيتكلم حسب الغلاف الجوي، ما هو اكسجين. شاطر. يمتص النبات ثاني اكسيد الكربون من الهواء. ثاني اكسيد الكربون من الهواء تبع ايه؟ يعني برضو الغلاف الجوي هواء. ماشي. يعيد جزءا من الماء للغلاف الجوي على هيئه بخار ماء النتح. ميه تطلع ميه ترجع، يبقى تبع الغلاف الايه؟ مائي. بص اهي. بص اهي تبع الغلاف الجوي. اكسجين تبع الغلاف الجوي. ثاني اكسيد تبع الغلاف الجوي. هنا عندك الميه تبع الغلاف المائي. حلو. طب تعالى دي. عندما يموت النبات ويتحلل الى مواد، احنا بنتحلل فين؟ في الهواء ولا في التربه؟ في التربه، يبقى ده تبع الغلاف الصخري. اهي الغلاف الصخري. دي بقى حلوه، عايزه حد بيفهم زيك كده. يمتص النبات المي. مش باين. يمتص عندنا النبات المي ويمتص الاملاح. الميه تبع الغلاف المائي والاملاح تبع التربه. يبقى الجمله دي غلاف مائي ولا تربه؟ الاثنين يا صاحبي، ده غلاف مائي وصخري. بص اهي. تعالى بس يا تنح اهو. الميه تبع الغلاف المائي والاملاح تبع الغلاف الصخري. يبقى الجمله دي تبع الغلاف المائي والصخري. سلام عليك. يستخدم طاقة الشمس لإنتاج الغذاء ويمكنه من النمو. إنه الغلاف الحيوي. الكائن الحي اللي هو النبات. دي بيسموها دورة حياة النبات. النبات عندنا بيمتص ثاني أكسيد الكربون ويطلع الأكسجين. أهو غلاف جوي. النبات عندنا بيطلع المية. المية بيطلع المية أهو على هيئة بخار ويعمل نتح. غلاف مائي. النبات عندنا بيتحلل، لما يموت بيتحلل. اهو غلاف صخر. النبات بيمتص الميه والاملاح من التربه. ادي غلاف مائي وصخر. النبات بيستخدم طاقه الشمس ينتج الغذاء، وده عندنا يمكنه من النمو داخل الكائن الحي. دي كده بيسموها ايه؟ عمليات بتحصل في النبات. وده كده الاغلفه ودورها مع النبات. روح يا استاذ حميده. سلام على الكلام. ونبدا بقى نقسم الكائنات. تعالى بقى. في يوم من الايام دخل استاذ حميده الترم الاولاني، قال لك في حاجه اسمها سلسله غذائيه. فاكرينها يا استاذ حميده؟ يوميها قلت لك اي سلسله غذائيه تبدا بالكائنات المنتجه. قصده مين الكائنات المنتجه؟ عارفين يا استاذ حميده؟ ايوه، مين الكائنات المنتجه؟ الكائنات المنتجه اللي هي النبات. بدل قال لي كلمه كائنات منتجه يبقى قصده على النباتات. ايوه، النباتات هي الكائنات المنتجه اللي بتصنع غذائها. حتى بنقولوا عليها كائنات ذاتيه التغذيه.
حتى بنقولوا عليها كائنات هي قاعدة الغذاء اللي بيعتمد عليها كل الكائنات في الغذاء. تسمع كلمة قاعدة الغذاء، تسمع كلمة ذاتية التغذية، تسمع كلمة الكائنات المنتجة، كل ده هو بيتكلم على النبات. وحبيبي اهو النبات. هو ليه النبات بيقولوا عليه كائن منتج يا جماعة؟ معلش يعني، نبات مرمي في الصحراء بقاله سنين، ولا حد بيأكله ولا حد بيشربه، وهو اللي بيعمل أكله وبيصنع غذائه، ما ماتش. طب هو عايش ازاي؟ بيعتمد على نفسه. ايوه، هيعتمد على نفسه ازاي؟ هيعمل عملية اسمها البناء الضوئي، فاكرين؟ ويصنع السكريات ويصنع غذائه بنفسه. ياخد شوية ثاني أكسيد الكربون من الجو، ياخد معاهم شوية عندنا مية من التربة، ياخد معاهم شوية ضوء، ويدخلوا كل ده جوه النبات، ويبدأ جوه عندنا ورقة النبات، ويبدأ يحصل عملية البناء الضوئي ويكون غذائه. عشان كده قالوا عليه هو اللي بينتج غذائه بنفسه، فسميناه كائنات منتجة. هو ذات التغذية، أنا بعمل أكل بنفسي مش محتاج حد، عشان كده سموه ذات التغذية. هو قاعدة الغذاء، هو الأساس، القاعدة اللي بتعتمد عليها كل الكائنات. مش زيك فاتح بقك طول النهار. أنا دلوقتي بص، مثلا أنا دلوقتي جعان، جعان أهي، بص معدتي إيه، جعانة أهي. فأنا بكلمها ومعدتي يا حلوة أنت جعانة؟ هي بترد عليا فبتقول لي أنا جعان. طب يلا اعملي أكلك النهارده بنفسك بقى. يعني إيه اعملي أكلك بنفسك؟ لا أنا معرفش. لا انت بقى اعملي اكلك واملي نفسك بنفسك. هل ده في كلام ده موجود في الواقع؟ اكيد لا طبعا. هو انت معدتك لما تكون جعان تقول لها يلا يا معده اعملي الاكل؟ هل ده موجود في الواقع؟ لا طبعا. انت طول النهار فاتح بقك عايز تاكل، فطار غدا عشاء، طول النهار سناكس حلويات، طول النهار هايص. يعني انت لو ما دخلتش اكلك هل جسمك هيعمل اكل لوحده؟ لا. فانت ما ينفعش نقوله عليك كائن منتج، ما ينفعش نقول انت كائن بيسموه كائن مستهلك، بتستهلك بس، بتاخد كل حاجه تاكلها بس. يبقى انا هنا الكائنات المنتجه. مين بياكل الكائنات المنتجه دي؟ كائنات بيسموها المستهلك الاول، فاكرينه؟ والله حميده فاكرين. ودي بقى احنا بنسموها في العلم اكلات العشب، اللي هي الكائنات بقى زي المعزه والجاموسه والخروف. بص، والكائنات اللي هي بتاكل عشب بس دي بيسموها اكلات عشب او المستهلك الاول. يجي بقى هنا كائن، هعملهم لكم بلون تاني. هنا كائن وكائن وكائن، دي كائنات كلها اسمها اكلات اللحوم. دي كائنات مفترسه. ده بيسموه المستهلك التاني، ده ياكل ده، فيجي كائن اقوى منه ده ياكل ده، فيجي كائن اقوى من ده ياكل ده مستهلك تاني، ده مستهلك تالت، ده مستهلك رابع. المستهلك الاول بس هو اللي اكلات عشب، اما المستهلك التاني والتالت والرابع وهكذا كلها اكلات لحوم. ثم تاتي في النهايه الكائنات اللي بتحلل كل اللي بيموت، اللي احنا بنسموها اكلات، بيسموها الكائنات المحلله. جميل الكلام. شفت دي اسمها سلسله غذائيه، وتحلل ويرجع تاني للنبات. يبقى اللي قدامنا دي احنا بنسميها سلسله غذائيه، تبدا بكائنات منتجه، ثم مجموعه من الكائنات المستهلكه، وتنتهي بالكائنات المحلله. عرفنا يعني ايه كائن منتج. والمستهلكات نوعين. اول حاجه اكلات العشب اللي بتاكل عشب بس، اما دول اكلات لحوم مفترسه. وتاتي في النهايه الكائنات المحلله اللي بتحلل كل حاجه في سكتها. حلو يا استاذ حميد. عشان كده هو الراجل جه قال لك ايه؟ الكائنات في حياتنا او العوامل الحيه في حياتنا تشمل 3 انواع من الكائنات. عندي كائنات اسمها المنتجه، دي مصدر الطاقه، دي الاساس، دي اللي بتعتمد عليها كل الكائنات، دي اللي بتقوم بعمليه البناء الضوئي، دي قاعده الغذاء، دي ذاتيه التغذيه. يجي عندنا الكائنات المستهلكه، في منها بيعتمد على النبات وفي منها بياكل بعضه، اكلات لحوم مفترسه.
ثم تأتي الكائنات المحللة، دي بتحلل بقايا الكائنات، بعض الفطريات والبكتيريا. قصتها ايه دي بقى يا استاذ حميده؟ دي الكائنات المحلله دي ايه يا حبيبي؟ اي حد فينا بيموت، بعد الشر عن الناس كلها طبعا، بيتدفن، دفناه وروحنا، بيبدا تخش عليه كائنات بنسموها الكائنات المحلله، بعض انواع الفطريات والبكتيريا. مالها بقى؟ بتعمل ايه دي؟ تبدا تحلل جسمك. عارف يعني ايه تحلل جسمك؟ يعني تبدا عندنا تسحب الطاقه اللي في جسمك. لما تسحب الطاقه، كل اللحم اللي على جسمك ده يبدا عندنا ينزل في التربه فيتحلل، والعناصر الغذائيه اللي جواه تنزل للتربه. هيبقى عظمك، تروح جايه داخله على العظم وتبدا تحلله، ويبدا عندنا ينزل منه عناصر غذائيه، وكله بيترمى في التربه في الاخر. وبعدين تيجي النباتات تمتص وتكبر النباتات، تطلع عندنا خضروات وفاكهه واحنا ناكلوها والحياه شغاله. احنا بنتنقل. تخيل كل ملايين الناس دي كمان 100 سنه فين؟ هيكونوا ماتوا وتحللوا خلاص. كل العناصر اللي جوه جسم الكائنات اللي عايشه دلوقتي دي هتنزل للتربه، فهتاخدها النباتات، فهتبتدي تطلعها، فياخدها جيل ورانا. يعني الاجيال اللي جايه بتاخد عناصرها الغذائيه مننا. ايوه مننا، واحنا واخدين عناصرنا. ما انا اكل تفاحيه، التفاحيه دي جايه من على شجره، والشجره دي ممتصه عناصر من التربه، والعناصر اللي في التربه كانت في اجسام الكائنات اللي كانت عايشه قبل مننا. حقيقي. فهي الحياه اجيال بتسلم اجيال، اهو الكائنات المحلله. طب ما تيجي نفكر صحيح، ايه رايك لو متنا وما كانش فيه كائنات محلله؟ ايه رايك في الفكره دي؟ يعني تروح الامتحان هتشوف الاسئله اللي في الكتب عندك، ماذا يحدث لو غابت الكائنات المحلله؟ لو الكائنات المحلله دي غابت عن البيئه يحصل ايه؟ هيحصل ايه يا ناس؟ يعني جسمي هيفضل زي ما هو. يعني نفتح التربه على اي حد بعد 5 6 10 15 سنه نلاقيه قاعد زي ما هو، ولا جسمه اتحلل ولا اي حاجه. استاذ حميده ما دي حلوه قوي. انا مش عايز اتاكل ولا عايز اتحلل، انا عايز افضل موجود زي ما انا بعد ما اموت. ما هي دي مشكله يا حبيبي. ليه يا حبيبي؟ ما انت مت وجوه جسمك عناصر غذائيه، هتفضل العناصر الغذائيه محفوظه جوه جسمك، والتاني هيفضل جوه جسمه العناصر، والتاني والتالت والرابع، وكل واحد هتفضل العناصر المهمه جوه جسمه. فما فيش حاجه هترجع للتربه، فالنبات مش هيلاقي حاجه يمتصها من التربه، فهيموت النبات. ولو ماتت النباتات انتهت الحياه، فتتدمر وتنتهي الحياه خلل، وتضيع عندنا الحياه كلها بسبب اللي احنا ما تحللناش. يبقى احنا لازم لما نموت نتحلل عشان نسلم العناصر الغذائيه اللي في جسمنا للتربه، فتاخدها وتبدا بيها حياه جديده. انا بكلمك في كل حاجه بالتفصيل. كائنات منتجه، كائنات مستهلكه، كائنات محلله، انها الواقع يا ساده. جميل الكلام. تصدق الصوره اللي تحت دي اللي وانا عامل كده دي، البنت اللي عاملاها دي غريبه قوي. بص، شفت انا بسرح بيك ازاي؟ شفت انت رحت ازاي معايا؟ ايه، يلا نكمل. استاذ حميد الدرس الاولاني ده سهل. انا حاسس ان هو سهل. هو معلوماته ايه؟ كلامه لوك ياما بس. ما هو دي البدايه مقدمه الجميله اللي احنا بنعملها في بدايه السنه. 8 ورقات دول في كتاب المدرسه يا جماعه. 8 ورقات عندك في المذكره، حاجه باشا كده يعني. ايه المعلومات الهبله اللي على السبوره دي؟ انا بضيع وقت على فكره. ايه المعلومات الهبله اللي على السبوره؟ هناك عناصر حيه، الانسان والنبات والحيوان، رابعه ابتدائي. النبي بياخدوا حاجات اكتر منكم. وهناك عناصر غير حيه، الميه، الهواء، الصخور، دي كلها حاجات غير حيه. النبي بالله عليك، انا طالع اهز طريق عشان الكلمتين دول. ما تيجي تتلازق سؤال، عارف، ممكن كنت اسيبه الاسبوع اللي جاي. زي ما خدنا ان في عوامل حيه، في عوامل غير حيه، الهواء والميه والتربه. جماعه تعالوا نعد عدد الكلمات اللي على السبوره. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. قدامك على السبوره في 26 كلمه.
في كلمة واحدة بس من ال26 لو جت في الامتحان تعرف اللي هو بيتكلم على العوامل الغير حقيقية. دقق وطلع. يعني في كلمة أول ما تلاقيها شكرا تعرف اللي هو بيتكلم على العوامل الغير حقيقية. جت مرة في ثانوية عامة، بص طيرت الناس، معظم الناس غلطت في السؤال. شاطر. شوف البنت اللي بتقول لي الهوا دي، ولا العبيط التاني بيقول لي الحراره والتربه. لا، واحد بيقول لي في منطقه معينه يا صاحبي، بص في منطقه معينه بس. يعني بص يا جماعه، العوامل اللا حيويه اهميتها في حاجه مكتوبه على السبوره. ايه الاهميه بتاعتها؟ هوبا يلا في تحديد الكلمه دي. ايه الكلمه دي يا صاحبي؟ ده نوع الكائنات في البيئه. ايه ده؟ مين اللي بيحدد نوع الكائنات في البيئة؟ يا جمل. ايوه. انت ليه بتحب تعيش في الصحراء يا جمل؟ اصل انا بحب الحرارة وبحب الجو السخن. يعني انت قاعد في الصحراء عشان الجو السخن؟ اه والله انا بحب الجو السخن قوي، ده انا بموت في الجو السخن ده. يعني قصدك تقول الحرارة كانت سبب اساسي لحياة الكائن ده في الصحراء؟ طبعا. طب جاوب على سؤالي كده، طب ليه ما راحش عاش في الغابات؟ مع ان الغابات جو جميل ورطب، وتلاقي الغابات فيها عندنا اشجار واكل. هو ليه ما بيحبش يروح هناك؟ ما بيحبش الجو الدافي ده، ما بيحبش الجو اللي كله امطار ده. هو بيحب عندنا الجو الجاف، حرارة جامدة. يبقى اللي حددت نوع الكائنات اللي عايشة، مين اللي خلى العقرب والسحلية والجمل والتين الشوكي الكائنات دي تعيش في الصحراء؟ الحرارة. هي بتحب عندنا الحرارة يا ناس. يبقى اللي حدد نوع الكائنات درجة الحرارة. طب خد مثال تاني. يا دب، يا دب يا قطبي، ما تيجي تعيش عندنا في مصر. لا والله ما بحبش الجو ده يا جماعة، انا بحب الجو الساقع قوي، اموت نيمني في وسط التلج كده ابقى بص باشا. يعني هو بيحب انخفاض درجة الحرارة قوي، ده بيموت في انخفاض درجة الحرارة، عشان كده هو يحب يعيش هناك. ايه ده؟ اللي خلى النباتات ياما في الغابات وجود ميه ياما. اللي خلى النباتات تعيش على وش الميه في البحر بسبب الضوء الياما. يعني كل كائنات بيتحدد مكان وجودها حسب العوامل اللا حيويه. يعني اللي حدد الكائنات في الصحراء عوامل غير حيه. معلش، يعني عندك الرياح، لو الرياح شديده ما يعيش الشجر الضعيف، لازم الشجر يكون جامد عشان يستحمل الرياح. يبقى لما يجي في الامتحان بعد كل اللي انا حكيته ده قال لك مين اللي بيحدد نوع الكائنات في بيئه معينه، تجري تقول له العوامل اللا حيويه. العوامل ايه؟ اللا حيويه هي اللي بتحدد نوع الكائنات في منطقه معينه. اي منطقه عايز تعرف مين اللي هيعيش فيها، بص على المناخ بتاعها، بص على الضوء فيها، بص على الميه فيها، بص على الهواء فيها، بص على الحراره فيها، بص على الغذاء فيها، بص على كل حاجه فيها. كلها عوامل حيه ولا لا حيويه؟ لا حيويه. جميل الكلام. وانت بقى بتذاكر حدد اول ما تلاقي تحديد نوع الكائنات اعرف ان انا بتكلم على عوامل غير الايه؟ غير الحيه. وهنا بقى بدا يهبل شويه لمده، معلش ادوني 10 دقايق يا جماعه، اعتبروني اني مدرس تانية ابتدائي وانا هبتدي اقول معلومات تانية ابتدائي ما بين اولى وتانية ابتدائي. درجه الحراره في الصحراء مالها؟ مرتفع. شاطر. عشان كده بيعيش فيها مين؟ الجمل. شطوره. والجمل ده بيتحمل الحراره ولا لا؟ بيتحمل. بيحب ميه ياما ولا قليله؟ وبيتحمل قله الميه. بص المعلومات الجامده دي. درجه الحراره في القطب الشمالي سخنه ولا بارده؟ بارده. برافو، انت بتجاوب. هنا بيعيش فيها عندنا كائنات سديديه على جسمها فروه قد كده عشان تتحمل عندنا البروده. زي مين؟ زي الدب القطبي. شطوره. اوه النظام. ونبدا بقى حاجه جديده. نظام. عشان اقول عليك نظام، يا نظام انت يا نظام،
لازم كل حاجه تكون موجوده. البحر نظام؟ البحر نظام. ليه قلتوا عليه نظام؟ عشان لقينا فيه كائنات حيه واسماك وطحالب وانواع ياما من الكائنات، فقلنا عليه نظام. يعني البحر بيحتوي على كائنات حيه ويحتوي على عوامل غير حيه، حراره وميه وضغط وضوء واكسجين وعناصر واملاح. يعني هو عشان يتقال على الحاجه نظام لازم يكون فيها عوامل حيه وعوامل لا حيويه غير حيه، وفي تفاعل بيتم بينهم، تفاعل ما بينهم الاثنين. عشان اقول ده نظام بيئي لازم الاقي 3 حاجات في الجمله. يعني لو جات لك جمله في الامتحان وقال لك هل ده نظام بيئي؟ قول له ده نظام بيئي. نظام بيئي ليه؟ نظام بيئي عشان في كائنات حيه وكائنات غير حيه ومكونات غير حيه، في اسماك وطحالب وفي حراره وميه واملاح، حي وغير حي، وفي تفاعل ما بينهم فيطلق عليه نظام. جماعه النهر نظام؟ النهر نظام بيئي. الغابه نظام بيئي؟ الغابه نظام بيئي. البحيره نظام بيئي؟ البحيره نظام بيئي. اي مكان تلاقي فيه كائنات حيه وعوامل غير حيه وفي تفاعل بينهم اعرف ان ده على طول اسمه نظام بيئي. يلا بينا يلا بينا تعال ندردش شويه معلومات هبله وبعدين نشرح فكره كبيره وبعدين ننهي عندنا الجزء الاولاني ده. النهارده احنا هناخد 8 ورقات يا ناس، 8 ورقات بدايه بسم الله الرحمن الرحيم الترم الثاني. يعني ايه منطقه حيويه؟ المناطق الحيويه اللي فيها كائنات حيه، ماشي يا سمير، تتشابه بين عده انظمه بيئيه في خصائصها. انا ما بحبش الكلام العلمي ده كده اللي داخل في بعضه ده، اديني كلام سهل. ايه رايك الغابات في افريقيا شبه الغابات اللي موجوده في اسيا؟ بص اللي ما بيفهموش دول اللي قالوا لا حبيبي، دي غابات ودي غابات، في الاخر غابات. جو الغابات واحد، كل الغابات جواها دافي، كل الغابات جواها رطب، كل الغابات فيها انواع ياما من الكائنات، غابات الامازون، غابات افريقيا، غابات اسيا، كل الغابات شبه بعض يا ناس. ايوه، فالغابات كلها متشابهه كانظمه. طب يلا معلومه تانيه، الصحراء في كل مكان على كوكب الارض متشابهه؟ طبعا الصحراء واحده. الصحراء حر، الصحراء فيها جوها قاسي، الصحراء كلها ميه قليله، فكل الصحراء تشترك عندنا في خصائص معينه. فالمناطق الحيويه تتشابه بينها ايوه في عده انظمه. تلاقي عندنا كل الغابات اللي في كل حته في العالم متشابهه، تلاقي كل الصحراء اللي في كل الاماكن متشابهه، طز فيك. ويتنقل بقى على مستويات التنظيم في الغلاف الحيوي. انا هقرا لك الجمله وبعدين نبدا نشرحها انا بقى. تعيش الكائنات الحيه ضمن منظومه متكامله. كلنا عارفين الكائنات ما بتعيش الا ببيئه متكامله. لا يمكن لاي نوع ان يعيش معزول، ما انت مش هتعيش لوحدك، لازم نعيش كلنا مع بعض ونستفيدوا كل حاجه من بعض. ايوه يعني الجمله دي مالها ولا حاجه يا حبيبي، انا طبعا ما قلتهاش. بص يا بابا، الحياه دي من ساعه ما بدات وهي ماشيه في مستويات متدرجه من التعقيد، بلا تعقيد بلا بتنجان. بعد اذنكم ادوني 3 4 5 9 10 دقايق هروح عندنا اشرح فكره كده من الماضي البعيد، يعني هقرب لك بيها الفكره. ماشي يا عم، شكرا يا عم، روح يا عم. تعال احنا نكمله. هو بس افتح النور عليه هيجي صوصولي مش عارف اشرح الحصه. اسمع بقى، من 4600 مليون سنه. يا استاذ حميده ده من زمن بعيد، ده الوقت اللي ربنا خلق فيه كوكب الارض. الكوكب اللي انت عايش عليه ده عدى عليه 4600 مليون سنه. يا لهوي استاذ حميده، ده من ايام سيدنا ادم. حبيبي بص انا يعني بتخلق لما الاقي قدام مني حد ابو جهل. حبيبي سيدنا ادم نزل على الارض من مليون سنه. نعم، من مليون سنه. سيدنا ادم نزل اخر الكائنات على الارض. يا راجل والله بجد، يعني سيدنا ادم نزل في الاخر من مليون سنه بس،
وربنا خلق الارض من 4600 مليون سنه. يا لهوي يا راجل، والله بجد. فما تجيبليش دلوقتي موضوع سيدنا ادم عندنا في الموضوع اللي انا هشرحه. انا بكلمك على بدايه نشأة الارض. ربنا خلق الارض من 4600 مليون سنه. كانت الارض دي كتله من النار، لسه ولا فيها هواء ولا غلاف جوي ولا غلاف مائي، ولا كان فيها لسه كائنات، ولا كان فيها حياه، ولا كان فيها اي حاجه خالص. امال ايه اللي حصل يا حميد؟ بدأ عندنا ربنا يخلق الغلاف الصخري، النار بردت فعملت صخور الاول، وعدى الزمن وطلع بخار عمل الغلاف الجوي، وعدى الزمن وطلع بخار ميه من البراكين ونزل وعمل امطار فنشأت البحار والمحيطات. يبقى بقى فيه غلاف جوي وبقى فيه غلاف صخري وبقى فيه غلاف مائي، بس ما فيش غلاف حيوي. يعني ربنا ما خلقش الغلاف الحيوي لسه. هو راجل والله بجد. يعني الارض كان فيها البحار والمحيطات والانهار والهواء وكل حاجه، وما كانش فيها كائنات ولا كائن. ثم بدأ ربنا بنشأة أول كائن. مين أول كائن نزل على الأرض؟ كائن صغنن لا يرى بالعين المجردة، اسمها البكتيريا. فاكرين البكتيريا الترم الأولاني؟ كائنات أوليات نواة، مفيش غشاء حوالين النواة، كائن صغنن اسمها البكتيريا. أول كائن. تخيل كوكب الأرض كله في كائن حي واحد. يا راجل، ده المستوى الاول اللي ربنا خلق. اول حاجه ده كائن يا ناس، ولا في تعقيد، كحياه بسيطه. كل الكوكب عليك، تخيل الارض دي كلها عليها سمكه واحده. يا لهوي، ولا حد بيجري وراها ولا هي بتجري ورا حد. حياه بسيطه جدا، مستوى اول. تخيل الارض دي كلها عليها شجره واحده، ده بيسموه مستوى اول. يبقى المستوى الاول هو الكائن الحي. المستوى الاول من هذا التسلسل هو فرد واحد من نوع معين. كان مثلا عندنا البكتيريا، هو بقى بيفرد سمكه واحده في بركه، شجره واحده في غابه. دي كده ابسط الحياه، وهي اول تدرج لاول سلم التعقيد. كده لسه الحياه هتتعقد بقى، ده كده بكلمك وهي كائن واحد. ثم مع مرور الزمن البكتيريا دي خلفت، انقسمت وعملت بكتيريتين، والاتنين بقى 4، والاربعه بقى 8، والثمانيه بقوا 16، وال16 بقوا 32. انه الانقسام الميتوزي يا ساده، ثالثه اعدادي. فاتقسمت الاثنين وبقت 4 و6 و8 و10 و100 بص، وبقينا ملايين بكتيريا بس. كده بقى الحياه اتعقدت اكتر، اللي بدل ما كان كائن بقى فيه مليون بس كله من نوع واحد. دي اسمها جماعه حيويه. جماعه يعني كلها نوع واحد. يبقى الاول كائن حي ده كان كائن واحد بس. بعديها كتر 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 بقت جماعه حيويه بس من نفس النوع. مجموعه من الافراد من النوع نفسه، قطيع من الظبي، شويه اسماك متجمعه مع بعض، كلهم قاعدين في بيئه واحده. يبقى انا عندي الحياه بدات بكائن، التسلسل بدا بكائن، ثم جماعه يعني بس كلهم من نفس الكائن. دي سمك، هنا ايه؟ مجموعه سرب من الاسماك. شجره، هنا مجموعه من الاشجار بس نفس النوع. ماشي يا حميد. يبقى الحياه بدات متدرجه. كانت الحياه كائن واحد اسمه كائن حي، ثم تدرجت بقت جماعه حيويه من نفس الكائن. ثم بقى ربنا بعد ما خلق البكتيريا كترت البكتيريا في البيئه. خلاص كترت، فربنا خلق جنب منها كائن تاني وفطريات وطحالب وكائنات واميبا، وبدات الحياه الانواع تكتر. كلهم في بيئه واحده بس انواع مختلفه. تجمع من جماعات حيويه مختلفه من انواع متعدده بس بتعيش في منطقه واحده، غابه فيها نباتات وحشرات وطيور وثدييات. ده اسمه مجتمع حيوي. يبقى احنا خدنا كام لفظ لغايه دلوقتي؟ خدنا كائن حي الدرجه الاولى من السلم، خدنا جماعه حيويه بقينا عدد اكبر بس نوع واحد، خدنا مجتمع حيوي بقينا عدد اكتر بس انواع ياما،
ثم جاء النظام البيئي. ايه بقى النظام البيئي؟ ثم تنقسم الانظمه البيئيه. بص احنا هنا نظام واحد، هنا بقى نظام بقى. بص بقى النظام ده، الصحراء نظام، خلقت هنا بيئه معينه اسمها صحراء وعاشت فيها انواع. خلقت غابات وعاشت فيها كائنات. اتخلقت بيئه مائيه وزي الميه بحيره ونشأت فيها كائنات، ده اسمه نظام بيئي. يبقى ربنا لغايه دلوقتي بدأ الحياه بكائن، ثم بقى عندنا جماعه عدد كبير من نفس الكائن، ثم ربنا خلق عندنا مجتمع عدد كبير بس انواع ياما، ثم خلق نظام بيئي اسمه النظام البيئي، شويه كائنات حيه وغير حيه في نظام واحد. ثم خلق مجموعه من الانظمه اسمها منطقه حيويه. لسه كنت في النوبه، حاجه في منتهى الجمال يا جماعه، حقيقي يعني. رحت حته فعلا اللي بنتعلمه بنلاقيه. رحت مكان غريب قوي، واحنا كده داخلين على النوبه، على القريه النوبيه. بص على اليمين هتلاقي صحراء، جبال، رمله، صحراء، بيئه صحراويه. تخلص الرمله لقينا نهر النيل، بيئه مائيه. عدي الناحيه التانيه زرع واشجار ونباتات وزراعه. ايه ده؟ زي شبه الغابات والبيئه الزراعيه. بيئه زراعيه، بيئه مائيه، بيئه صحراويه في مكان واحد. ايه ده يا صاحبي ده؟ مجموعه من الانظمه دي اسمها منطقه حيويه. اسمها منطقه ايه؟ حيويه. المنطقه الحيويه كده مجموعه انظمه. يبقى احنا بدانا بكائن حي، ايوه، اول حاجه كائن حي، وبعدين جماعه، ايوه، بعد الجماعه بقينا مجتمع، بعد المجتمع بقى اسمه نظام بيئي، بعد النظام البيئي بقينا مجموعات من الانظمه اسمها منطقه حيويه. ثم ربنا خلق كل الغلاف الحيوي، اي مكان فيه كائن حي، وهو المستوى الاعلى ده بقى لكل الارض. اي مكان على الارض فيه كائن حي اسمه غلاف حيوي. ايه رايك؟ مين ابسط حاجه؟ الكائن الحي. بعدين بقى اكبر، بقى تعقيد اكتر، بقى عدد اكتر، بقى انواع اكتر، بدات تزيد اكتر واكتر لغايه ما وصلنا للمستوى الاعلى. مين المستوى الاعلى؟ هو الغلاف الحيوي، اللي هو بيشمل كل بقى الارض. اي مكان فيه كائن حي اسمه غلاف حيوي، يضم جميع الانظمه المتواجده على الارض. يبقى المستوى الاعلى والاكثر تعقيدا واللي مليان كائنات الغلاف الحيوي. اللي اقل منه المنطقه الحيويه، مجموعه انظمه. اللي اقل منه النظام، نظام واحد بس. اللي اقل منه المجتمع الحيوي، مجموعات من الكائنات مختلفه عايشين مع بعض. اقل منه عندنا الجماعه الحيويه، دول بيبقوا جماعه واحده بس من نوع واحد. اقل منه كائن ايه؟ حي. فيجي يقول لك في البيئه عندنا او الامتحان، الحياه على الارض منظمه في مستويات متدرجه بدات من البسيط للتعقيد. يبقى رقم واحد كائن حي، رقم اتنين جماعه حيويه. انا بقى عايزك ايه؟ بص، كائن حي اهو، كائن واحد. جماعه حيويه، مجموعه متشابهه من الكائنات. يبقى لو جه قال لك كائن حي يبقى قصده على الكائن الواحد. قال لك مجموعه متشابهه من نفس الكائن، قال لك نفس الكائن، يبقى قصده الجماعه الحيويه. لو جه قال لك عندنا، لا يلا، لو جه قال لك عندنا هنا، بص اللي جايه دي، مجموعه مختلفه من الكائنات، ده اسمه مجتمع حيوي، تجمع بين مجموعات حيويه مختلفه من انواع متعدده. لو قال لك عندنا مجموعه من الانظمه، دي اسمها النظام البيئي. جاء قال لك عندنا انظمه وانظمه، دي بيسموها منطقه حيويه. جاء قال لك اعلى مستوى اللي بيضم كل الكائنات ده الغلاف الحيوي. طبعا يجي لك ترتيب الكلام ده. يعني ايه غلاف حيوي؟ هو المستوى الاعلى. يعني ايه منطقه حيويه؟ يعني مجموعه انظمه. يعني ايه نظام بيئي؟ يعني منطقه واحده بس اللي هي صحراء بس، غابه بس، ميه بس. يعني ايه مجتمع حيوي؟ مجموعه من الكائنات مختلفه. يعني ايه عندنا جماعه حيويه؟ يعني مجموعه من الكائنات بس كلها من نفس النوع. يعني ايه كائن حي؟ يعني كائن حي واحد وبس. يبقى الحياه بدات بسيطه، ثم تعقيد لاكبر حاجه الغلاف الحيوي. يجي لك السته دول متلخبطين، يقول لك رتب. يجيب لك عندنا المستوى الاعلى تقول له غلاف حيوي،
يقول لك مجموعه من الانظمه، تقول له منطقه حيويه، يقول لك عندنا يعني ايه جماعه حيويه، يعني ايه مجتمع حيوي. بص، جماعه حيويه كلها نوع واحد، مجتمع حيوي مجموعات مختلفه من الكائنات. والنبي كلام جميل، علوم البيئه يا ساده. وبكده انت هتنام؟ لسه بدري يا حاج. استاذ حميده لا ما تخافوش انتوا، هو مش بدري قوي يعني، احنا قربنا يعني، الدرس مش بعيد عن كده. طيب طبعا الناس اللي هنا لسه ما خدتش، هتلاقيني الدرس ده انا حاطه تحت الفيديو عشان لسه الناس ما استلمتش مذكره عشان يذاكروا. عشان يذاكروا الاسبوع ده، ما فيش واجب الاسبوع ده، انت هتذاكر ال8 ورقات دول وبعدين تستلم مذكره. هنشرح الاسبوع الجاي 10 ورقات، يبقى كده معاك 18 ورقه. ال 18 ورقه دول نازل واجبهم بقى عليهم على طول على اول درس، اللي هو ال 18 ورقه على بعض. ماشي يا استاذ حميده. تعالى بقى طريقه تغذيه الكائنات، بلا غرب بقى يا استاذ حميده، انت شرحتها لنا دي، والله شرحتها يا ناس. عندي كائنات ذاتيه التغذيه، عارفين يعني ايه ذاتيه التغذيه؟ يعني كائنات بتعتمد على نفسها في الحصول على الغذاء، يعني كائنات بتعمل عمليه البناء الضوئي. وعندي كائنات غير ذاتيه التغذيه، احنا كائنات مستهلكه، اكلات عشب، اكلات لحوم. اخلص يا استاذ حميد. كائنات، الله فاكرين المعادله دي؟ فاكرينها يا استاذ حميد؟ قصده مين بالكائنات ذاتيه التغذيه؟ شرحتها بقى يا جماعه، دي الكائنات المنتجه، دي الكائنات اللي بتصنع اكلها بنفسها، دي عندنا الطحالب والنباتات وبعض انواع البكتيريا المتخصصه، دي اللي بتعمل عمليه البناء الضوئي. طبعا المعادله اللي قدامك دي ما تتنساش، دي معادله البناء الضوئي. استاذ حميد عارفها معادله البناء الضوئي دي. ثاني اكسيد الكربون ده مركب غير عضوي، ده الميه مركب غير عضوي. مين الحلو ابو 6 و6 ده؟ ده مركب عضوي اسمه سكر. فاكرين سكر الجلوكوز؟ عارفينه يا استاذ حميده، C6 H12 O6 اهو، ومعاها الميه ومعاها الاكسجين. دي عمليه البناء الضوئي اللي بيعملها الكائنات، وبيعملوا اكلهم بنفسهم. يلا بينا، تعال يلا نقرا بقى معلومات. انا خلصت على فكره. تتواجد النباتات في قاعده الهرم، وانت في اول حصه، لانها تحول الطاقه الضوئيه الغير عضويه لطاقه كيميائيه عضويه، مواد كربوهيدراتيه يا ناس. اما بقى الكائنات غير ذاتيه التغذيه، النبي بقره جميله، دي كائنات لا تستطيع صنع غذائها بنفسها، دي بيسموها المستهلك الاول، اكلات العشب، شرحتها. ودي اسمها المستهلك الثانوي، اكلات اللحوم. دي الكائنات المفترسه. وتاتي الكائنات المحلله، اهي الكائنات المحلله. ايه يا استاذ حميده؟ بعض انواع البكتيريا والفطريات، قلتها، تحلل بقايا الكائنات الميته وتنزل عناصرها في التربه وتدور. ايوه تدور. يحصل ايه لو غابت الكائنات المحلله؟ اهي تتراكم المواد العضويه ويتوقف دوره المواد الغذائيه، الحياه كلها هتتاثر. ياه، ودي بقى بدايه السلسله الغذائيه. ما احنا عارفين يا جماعه بدايه السلسله، عشان نفهم ازاي الطاقه بتتنقل لازم ندرس حاجه اسمها السلسله الغذائيه. ما شرحتها يا جماعه؟ اي سلسله غذائيه تبدا بكائن منتج، ثم اكلات العشب، ثم اكلات لحوم مستهلك، اكلات لحوم مستهلك، اكلات لحوم مستهلك، يموت يرجع تاني عندنا يتحلل، كائنات محلله. دي كده اسمها سلسله غذائيه. اي سلسله غذائيه تبدا بكائن منتج وتنتهي بكائن محلل وفي النص كائنات مستهلكه. اما بقى لما تلاقي منظر زي ده، ده بياكل ده وده بياكل ده وده بياكل ده، دي مش سلسله، دي سلاسل ياما. مجموعه السلاسل دي على بعض احنا بنسميها في العلم شبكه غذائيه. يعني اللي قدامك دي كده عباره عن شبكه من الغذاء، اسمها الشبكه الغذائيه. يلا بينا. طبعا ده النظام البحري، ده النظام البري، وتتدفق الطاقه. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه عندنا الجزء الاول، يعني تدفق الطاقه دي اللي هبدا بيها الحصه الثانيه ان شاء الله. كده اول حصه خلصت. هفرجك على فيديو دلوقتي هتقعد تتفرج عليه في كل حاجه عن اللي احنا شرحناها. حلو؟ وان شاء الله تذاكر الجزء ده كله كويس، تركز على الحاجات اللي انا شرحتها، تقعد تكتبه بايديك، تقعد تكتب لنفسك كل حاجه. جماعه ذاكروا بالتفصيل اللي الموضوع كبير. واشوفكم الاسبوع اللي جاي باذن الله
على خير بعد ما نكونوا ذاكرنا ده. هضرب الورقات اللي باقيين في الحصه الجايه، يبقى كده خلص الدرس الاول كله كامل من البيئه. احنا طبعا جرينا اهو، بدانا الاسبوع الاول ده عشان نكسب وقتنا. حلو ولا مش حلو؟ حلو. وتعالى بقى نتفرج على الفيديو مع بعض، والى اللقاء. مش هشوفكم بعد الفيديو، هشوفكم بعد الحصه الجايه. توحشونا كتير، ذاكروا شد حيلكم. عايزين نعملوا نتيجه احسن من الترم الاولاني، عايزين نتاسس الاحياء كويس. الاجزاء اللي جايه ديت ان شاء الله هخليك تطلع متعلم كل حاجه فيها بالتفصيل الممل. وامسك ورايا ورقه وقلم واكتب كل حاجه، ان شاء الله ربنا يكرمك. واشوفك بقى دكتور بقى كده، اشوفكم مهندسين، حاجات كبيره باذن الله. وكان الله بالسر عليم.